واحد النهار وكيف العادة جيت غدا معنا رشيد. حنا داخلين في الباب والمرا كانت في الكوزينة، كانت كطيب. المهم خرجت تشوف شكون اللي فتح الباب. كنت انا وصاحبي كان مورايا. قلت له زيد رشيد. اللحظة اللي غنشوف فيه نسولو على شي حاجة كنلقاه كيبتسم. كنت لفت للمرا كنلقاها حتى هي كتبتسم، وداك الابتسامة ديال الاعجاب، زعما ماشي ابتسامة عادية. بقى فيا الحال. دخلنا للبيت، شلنا التلفازة، هو تيهضر معايا وانا كنفكر غير في داك الديكور اللي شفت، الملامح ديالها كيفاش كانوا، وهو الابتسامه كيفاش كانت. وتنقول ربما بحال خوها وهي بحال اختو، ما كاين والو. ولكن بقى دماغي كيعطيني شي اشارات ديال اصلا السيد والسيده بيناتهم غير احترام وما كاينش ديك الهضره دار. يعني كنبقاو انا وياه في البيت، كنتغداو في البيت، هو كان كيجي عندي مره بحكم انه يعني عايش مع دارهم، باقي ما مجوش. كان تيجي كنمشي عنده، صاحبي من الصغر، قرينا مع بعضياتنا، كنا كناكلوا مع بعضياتنا، نخرجوا مع بعضياتنا. كنثيق فيه وكيثيق فيا. حتى ملي كنا بغينا نتقدموا للبومبيه مشينا انا وياه. خدامين في الوقايه المدنيه، الامور عندنا عاديه، ما كاين حتى شي مشكل. انا كنت يلاه تزوجت ماشي بزاف، يلاه شي 10 شهور هكاك ديك الساعه. هو انسان درويش، عنده يعني نزوات ديالو مع النساء مع البنات. شنو قلت ما قلت غادي نجربهم. ومن داك النهار ولا كيركبني الوسواس، وليت كنبغي نلاحظ النظرات ديالهم. كندير راسي ما كنشوفش، ولكن خصني نعرف شنو كاين. هذيك النظره هذيك راه ماشي بريئه. ثاني واكلو رشيد غدا وانا خصني غير نعرف شنو كاين. ومن بعد عاد غادي نعيق بالقالب. جا واحد النهار قلت له ودي يلاه مشيت تغدى معايا. قال لي واخا مرحبا، ما كيحشمش، ماشي يقول لي لا وراه عيقت عليكم وخليكم مرتاحين انت ومرتك في الدار، وتيقول لي نمشي معاك. وزاد توسوس ديك الساعة. سالينا واحد السربيس فوقيتها ديال الغدا ومشينا للدار. انا حاضر راسي وكنتسنى ديك الابتسامة تعاود. حاضر هكا كنحيد الصباط، كنطلع عينيا، كنلقى بيناتهم نظرات خاطفة، يعني كتشوف فيه وكيشوف فيها. واش بيناتهم شي حاجة؟ واش هادو غير نظرات ديال الاعجاب؟ ولكن واخا يكونوا نظرات ديال الاعجاب ما خصهاش تكون اصلا، هذيك راه مرض الراجل وهذا صاحبي. وإلا كانوا غير نظرات الاعجاب راه كيتسمى داك السيد راه هضرني، والمرا راه غادراني وراه ساكنه معايا الفعا في الدار. هاد المرا سيادي تعرفت عليها في رمضان، وبالضبط في التراويح. انا كنت كنمشي مع الوالده وساكن معاها ديك الوقيته، كنمشي معاها للتراويح، كنجي معاها للتراويح، وكنشوف غير داك السيده كدوز من حدايا يوميا غادا لصلاه التراويح بواحد الحجاب بواحد الدره والوجه كينور. وديما كتبان ليا كنقول هذه هي المرا، وعجباتني في الصفه ديالها. وتا قلتها للوالده، وقلت لها امي داك البنت شفتيها؟ ها قالت لي مالها ولدي؟ قلت لها واش كتعرفيها فايته شايفاها تعرفي دار؟ قالت لي لا وليدي. وقلت لها الوالده صراحه يعني راه كتبان من الناس والصلاه والعباده يوميا في الجامع. وقالت لي ولدي ما يغركش داك الشيء، ولدي الامور ديال الصلاه والعباده ماشي دليل على انه هذيك المراه راها بنت الناس ولا غتعيش معاه مرتاح. قلت لها بصح الوالده، ولكن انت كتشوفي واللباس محترم والصلاه انا بغيتها. وقالت لي اللي بغيتي يا ولدي انت مرسم وعندك ماندا ديالك، توكل على الله، الا عجباتك نمشي نهضر معاها. وقلت لها اللي بغيتي الوالده، الا بغيتي تمشي تهضر معاها هضري معاها. الليله الثانيه قالت لي ولدي راني عقلت عليها، دخل انت تصلي التراويح ديالك، انا غادي ندخل مع النساء وغادي نقلب عليها ولا نتسناها، المهم غادي ندير جهدي وغادي نهضر معاها الا جات للصلاه اليوم. قلت لها واخا الوالده. دخلت انا للجامع، صلينا التراويح ديالنا، خرجت وانا متفق مع الوالده كنصليو الركعات ديالنا ونتلاقاو في واحد البلاصه. وقالت لي شوف ولدي سير انت يا دابا في حالتك للدار، وهي راه باقا لداخل، غير تخرج غنهضر لك معها ونعرف شنو كاين واصلها وفصلها. وقلت لها واخا الوالده. مشيت انايا للدار، بقيت كنتسنى الوالده حتى جات ودخلات. قلت لها مضرا الوالده تلاقيتيها؟ وقالت لي خف على راسك شويه مالك مزروب، هادشي هذا ما خصوش الزرب، هذا راه زواج وعشره. وقلت لها راه بصح راه عارفه هادشي الوالد. وقالت لي عارفه ولدي، راه خصك تجلس مع البنت وتشوفها واش غتوافقك وتوالمك. اما غير حيت شفتيها في الجامع وعجباتك الصفه ديالها راه ماشي دليل على انها راه من الناس ولا غادي تعيش معاها مزيان. قلت لها المهم ولدي، انا راني هضرت مع البنت وساكنه في الحومه فلانيه، وراه كنعرف امها من البعيد، ولكن ما تزربش. وقلت لها عجباتني يا امي هذيك البنت صراحه، يعني نمشيو نخطبوها. واللي بغيت يا ولدي السيده راه باغا تزوج غير من هضرتها. يعني قالت لي يا ودي الا كان معقول وهادي جي لدارنا. وقلت لها نمشيو الوالده. وقالت لي يا ولدي واخا نعاونك، الا كان على الحلال انا معاك. نعتاتها للحومه، قالت لها ودي ملي توصلي لواحد الحانوت سوليه على الدار ديال الطاهر راه غادي نعتوك ليها. وفعلا داك الشيء اللي كان. النهار الثالث هضرت مع الوالده، قالت لها ودي غنجيو في النهار فلاني،
وغنجيو عندكم يعني نرتبوا الامور ديالنا. داكشي اللي كان. مشينا سولنا عرفنا الدار ولقيناهم دايرين بحسابنا ودخلنا للدار. دخلنا ولقيناها هي امها وواحد باها وواحد جوج بنات خوتها وهي الوسطانيه فيهم، وهذوك جوج خوتها باقي بلا زواج. المهم دخلنا، الوالده اللي فتحت الهضره، الولد ديالي راه درويش وما عندوش مع داك التخلويض، وشاف بنتكم في الجامع عجباتو قال لي ودي سيري هضري معاها، هضره كتجيب هضره توصلنا لعندكم. الناس كيبانوا باغين بنتهم تزوج، دايرين بحسابنا الحلوى المسائل داكشي كامل ديال الصواب لقيناه عندهم، وباهم غير ساكت ما كيهدرش. قلت له ما ودي يعني لا كان المعقول وهذه اللي فيها الخير ياتينا بها الله. الام ديالي قالت له ودي خليهم يمشيو يذاكروا شويه في البيت ويرتبوا امورهم ويشوفوا يعني واش لايقين لبعضياتهم ولا لا، وداك الشيء اللي كان راكم عارفين الشوفه الشرعيه. مشات امها قالت لك ودي اجا ولدي جلسنا، كتبان البنت حشوميه ما كاين حتى شي مشكل. وقت لا نجيك من الاخر انا حشومي وانت خارجه من الجامع ما غاديش نجي عندك ونقول لك فلانه راني بغيتك ولا بغيت نجي لداركم. انا باش تعرفيني معقول راه صيفط الوالده ديالي، ودابا شنو بان لك بنت الناس؟ وقالت لي انت جيتني معقول ودخلتي من الباب وما روقتيش بحال بعض الرجال كيدخلك من موضوع الزواج وربما يعني يستاهل حاجه اخرى. انت جيتيني نيشان وصيفتي امك، يعني نتايا باينه ولد الناس. عامل الهضره ديالها دوباتني وخرجت جلست معاهم وقالت لي امي شنو بان لك ولدي؟ وقلت لها الوالده اللي بان لك انتيا. وقالت لي لا انت اللي غتزوج، واش عجباتك البنت؟ قلت لها الوالده عجباتني. الوالده تلفتات لباها، اش بان لك الشريف؟ وبا مسكينها ساكت. شنو قالنا؟ وقالنا اللي داروها ولدي انا معاهم، ما عنده لا ري لا شوار، شخصيته ضعيفه قدامهم، غير الام اللي كتهضر وكطير. نقزات الام قالت لنا ودي شوفوا حنايا انتم كتشوفوا دراوش والبنت خصها تفرح براسها. سولتني في خدام سميتك في كتسكنوا في غتسكنها؟ قلت لها ودينا غنكري لها، في الاول ما عنديش الجهد ديال السكنه وما عنديش السكنه. والوالده راه ديما كتقول لي الا تزوجتي سير ولدي خرج قلب على كراتك، انا ما قد على صداع وصدامات وكذا. انا زدراوش وكنقلبوا على التقار. اتفقنا على المسائل كامله، العرس فوقاش، في غنكري لها، شنو غندير لها، وداك الشيء اللي كان. انا صافي مزروب، مشيت قلبت على الكرا، بقيت شويه يعني كان ديباني وكان اتت ديك الدار ها مطار بها ثلاجه ها مسائلها ها هادي، حتى جهزتها يعني لحقها وطريقها. وكنت ديما كنتشاور معها واش عجبك هادي، شنو نصبغوا الدار، شنو نديروا لها، شنو نفعلوا لها. اتفقنا الامور كانت عاديه، ضربنا الكاغيط وليت كنخرج معاها. كنخرج معاها كتبان السيده شخصيتها قويه، يعني ماشي بالسهوله نقنعها بشي حاجه. مثلا انا عجبني واحد اللون نديروه في بيت النعاس، هي عندها واحد الاصرار ماشي طبيعي ديال انه لا صافي الا ما بغيتيش تقدر تنفخ عليك ونبقى نهضر معاك. واحد المره جات لعندي قالت لي ودي راه خصك تعاوني في العرس، راه انت كتشوف دارنا على قد الحال وما كرهتكش تعاوني، دابا انا مرتك وجيت طلبتك. قلت لها واخا ما كاينش مشكل، وشحال خصك؟ قالت لي خصني 10000 درهم. وقلت لها ما نقدرش على 10000 درهم، وعطيتك 8000 درهم في الصداق كبرت بيك، والخاتم خديته ب 4000. 10000 درهم شويه قاصحه، غنقدر نعاونك ب 3000 درهم. قالت لي صافي هادشي اللي كنصور عندك 3000 درهم. كنا جالسين ديك الساعه في واحد القهيوه، ناضت دارت ساكا في كتافها ومشات في حالاتها. فلانه مالك؟ وقالت لي بعد من تهضرش معايا انا عندك رخيصه وما كتبغينيش وطحتي لي من عيني ب3 الدرجه، غنطيح لك من عينك على ود حوار بسيط. وقلت لها ماشي ما بغيتش، راه باقي تبعنا مصاريف، باقي خصنا تلفازه ناخذ واحد الماريو، غتجيني قاصحه. وقالت لي صافي مابقاش تهضر معايا. وفلانه انا راه راجل كيفاش مابقاش نهضر معاك؟ وصافي قطع عليا. كيفاش قطع عليا؟ مشات للدار كنصوني لها ما كتجاوبش، يومين وانا كنصوني لها والو ما كتجاوبش. نهار الثالث مشيت عندها للدار دقيت كتخرج لي امها. قلت لها كاينه زينب؟ قالت لي كاينه. شنو بغيتيها؟ كيفاش شنو بغيتيها؟ هذيك راه مرتي. مرتك ولدي، ولكن بديتو من دابا قلقتيها والسيده مديرونجيه. في الاخر عاد تبان لي السيده بلي امها هي التليكوموند ديالها كتحركها كيف بغات ودير لها بوز فوقاش ما بغات. وقت لا بغيت غنهضر معاها وقالت لي دخل صلاح الجره. شنو الجره؟ حنا ما عندناش شي مشاكل كبيره باش تقول لي هاد الهضره هادي. دخلت لعندها، دخلت عادي لانه مرتي ضاربي الكاغيط، غير العرس كنا باقي ما درناهش. دخلت عندها زينب السلام، ما رداتش عليا السلام. وقلت لها فلانه راكي بالغتي فيه بزاف، راكي زدتي فيه وما واقعش بيناتنا شي مشكل كبير باش ديري هاد الفيلم كامل وهاد الدراما. كان نقاش كان ممكن تناقشيني ونبينا عليه السلام ونلقاو شي حل. وقالت لي انا يا دابا غادي تطيح بيا وانا العرس قرب. وقالت لي انا تاكدت من اللي ما كتبغينيش، طلبت منك طلب صغير وانت عارف وغنشوفها في العرس
وقلت لها: "واش غديري ما يكون غير خاطرك، 10,000 درهم أنا نحضرها لك، فوقاش بغيتي." قالت لي: "ما كرهتش دابا باش نوجد راسي، باش نعربن ونركعار في القاعة ونلبسها." وقلت لها: "تصبري عليا شي 15 يوم." قالت لي: "15 يوم بزاف." وقلت لها: "غناخدها غير كريدي." خرجت أنايا بقيت كنفكر وأنا ما بغيتش نقلقها شنو غادي ندير ما ندير. مشيت درت دوموند باش نطلب كريدي، وطلبت كريدي، طلبت 2 مليون. بقات واحد شوية بحكم الخدمة ديالي والترسيم اللي عندي، صافي خرجوا لي الفلوس. خرجوا لي الفلوس، مشيت لعندها عطيتها 10,000 درهم. قلت لها: "واش صافي ما بقيتش مقلقة عليا؟" قالت لي: "صافي ما بقيتش مقلقة عليك، ولكن غير ما تعاودهاش مرة أخرى." ما عرفتش باش نجاوبها. صافي دوزناها بزغيمة الماء، بقات 10,000 درهم. شرينا شي لوازم ديال الدار، قرب العرس، والسيدة المتطلبات ديالها ولات كثيرة. كنقول ماشي مشكل، مرتي كطلب مني الفلوس، كطلب مني هادي، ما كاينش مشكل، هادي ندوزوها. جا العرس، درنا العرس، تزوجنا. قالت لي: "حقا اللي غتديني للشمال غندوزو تما كاين شهر العسل." قلت لها: "واخا ماشي مشكل." مشينا دوزنا شهر العسل، رجعنا للدار ديالنا وغنبداو الحياة ديالنا عادي في الدار ديال الكرا اللي كنا اتفقنا عليها. جبتها للدار. انا عندي واحد صاحبي خدام معايا الروح بالروح، ما كنتفارقوش، وصاحبي من الصغر كنتيق فيه وباقي بلا زواج. تيقول لي: "اخويا انا ما عندي ما ندير بالزواج دابا، خصني نعيش حياتي." وعنده واحد الفكره مغايره عليا تماما. تيقول لي: "ودي انا راه ما كانش المراه مدبره وهادي راه ما نتزوجش بها، تكون بعدا نرقعوا انا وياها، نخدم وهي تكون عندها شي بركه، ولا نديرو شي مشروع اخر مع الخدمه اللي عندي." وصافي هذه هي الفكره اللي عنده. هاد صاحبي قبل ما نتزوج كان كيجي عندي عند الوالده، يتغدى معايا، يتعشى معايا، يبات معايا بعض المرة. يعني كنمشي عنده، كنخرجوا نتساراو ونسافروا جميع، ولا كيجي عندي للدار. وهو صراحة إنسان أنيق، المظهر ديالو جذاب وعاطي العين. واحد النهار كان جا عندي يتغدى معايا. قلتها للمدام: "راه غيجي عندي واحد صاحبي." وقالت لي: "واش هاد صاحبك غادي يجي ديما؟" قلت لها: "لا ماشي دائما، غير مرة مرة، راكي عارفة الدري صاحبي عشيري من الصغر." وقالت لي: "واخا." جا السيد دخل معايا للدار، دخلنا للبيت فين غنتغداو. انا الغلط اللي درت الثقه العمياء هو ان المراه عندي تغدات معنا في نفس الطبله، وجدت لنا الغدا وحطت الغدا. حطات الغدا، بدينا كنتذاكروا، وشويه هي كتنقص وكتبدا تسولو: "كي داير الخدمه عندكم؟ واش داكشي مزيان؟" كطرح عليه اسئله. انا قلت عادي، ما كاينش مشكل، حتى هو كان كيجاوبها عادي. تغدينا، مشينا رجعنا للخدمه ديالنا. بالليل دخلت عادي للدار، قالت لي: "وصاحبك ظريف." ما كانش كيصحاب لي ظريف لهاد الدرجة. "وصافي غير جيبو معاك فويخ ما بغيتي." أمور عادية صافي، غنجيبو معايا ما كاينش مشكل. قلت في بالي أنايا هي غير ملي شافتو أنه ولد الناس وكدا ومربي وهادي، قلت صافي ماشي مشكل، ما عطيتش الأمر أهمية. جا واحد الوقيتة وبدا كيجي كيتغدى معايا تاني مرة، تالت مرة، رابع مرة، مع المرة الخامسة هي المرة اللي قلت لكم في الأول. السيد دخل، أنا كنتلفت وكنلقى ديك نظرات الإعجاب بينها وبينو. ويلي شنو هادشي هذا؟ وتما فين بداني الوسواس. بغيت نتأكد المرة الثانية، المرة الثالثة فعلا كاين داك الصينيال بيناتهم، العين ماشي بريئة، ديك الضحكة ماشي بريئة. بقيت مراقبهم والعلاقة راه بيناتهم دابا راه تطورات حتى الاخر على نعيق، ودازت مودة. صافي ما بقيتش كنعيط له يتغدى معايا، بحال حتى انا نفرتو، وليت ما عطيش وقت. مع الوقت اكتشفت ان المرا كتهضر معاه، وخدت النمرة ديالو من تليفوني. سي نورمال، انا تليفوني ما كندير فيه لا كود لا والو، كتدخلو هي عادي. انا السيدة بدات كدير في التليفون الكود، قلت ماشي مشكل دير التليفون الكود. وانا ما كنزعمش نقول لها: "حقا عطيني التليفون ديالك نشوفو"، لانه يعني هي شنو تعتقد انني انا ما بقيتش كنثيق فيها. من بعد وليت كنحس ان كاين شي حاجه في داك التليفون عندها، كتجلس بزاف وكتكتب، ماشي كتفرج، لا كتكتب. شنو قلت ما قلت، خصني نعرف الكود ديال التليفون ديالها بلا ما تعيق بيا. والتليفون كان عنده البصمه اللور، يعني كديروا البصمه ديال يديها. واحد النهار كانت ناعسه، قلت شنو ندير، ما ندير نشوفها واش كتحس ولا ما كتحسش، لا قصه في يديها. شديت يديها وبقيت قايسهم عادي، باش فقط تلقى الامور عاديه، غير قيس لها في يديها وصافي. نهار التاني جربت ما كتفيقش. نهار الثالث شديت التليفون، شديت صباعها وانا كنورك على البوطون تاع البصمه وكيتفتح التليفون.
تفتح التليفون وانا ندخل نيشان الواتساب. دخلت الواتساب وانا كنلقى الرقم ديال هاد صاحبي، كنلقى الرقم د صاحبي تما كاين في الواتساب. دخلت الميساجات لقيت مسردة له هي الاولى السلام، هو مجاوبها وعليكم السلام شكون معايا. وقالت له بغيت غنسولك على حميد راجلي شتو تعطل. وقال له حميد هو هنايا في الخدمه. في الخدمه صافي عندك تقول له راني سولتك انوها في شكل. جوما قال لها لا ما تخافيش كوني هانيه. قلت له كيفاش غادي مع الخدمه؟ قال لها صافا مزيان. قلت له انظرك يعجبك الغدا ديالي؟ قال لها كيحمقني. قلت له واش بصح؟ قال لها قلت له ما بقيتيش كتجي بزاف. وقال لها غير مع الوقت وصافي. بقيت هابط ميساجات حوارات عاديه بزاف، يعني كتسولو كيسولها امور عاديه، حتى كنوصل للميساج اللي كتكتب فيه خساره راجلي ماشي في حالك، انت كتلبس مزيان بارفان. بقى كيضحك وقال لها ودابا ندربهولك. هضره كتجيب هضره حتى تطورت العلاقه بيناتهم، ولاو كيهضروا مطلوقين، مبقاش داك الحاجز ديال الحشومه بيناتهم. في الاخير ديال الميساج تطورت العلاقه، ولا كيصيفط لها تانا شي وحده تكون بحالك، بالفورما ديالك بالزين ديالك بالصواب ديالك. صافي تما راه وصل الخيانه. شنو غندير؟ ما عرفتش شنو غادي ندير. بقيت كنفكر السيده كنت كنبغيها صراحه، ولكن من مور داك الميساجات اللي شفت ما بقيتش كنبغيها. صافي خرجت لي من خاطري. قلت شنو غندير ما ندير، خصني شي حل لهاد السيده هادي وننتقم منها. كتلعب بيا وصاحبي الروح بالروح كيغدرني. ما بقيتش كنعاملها مزيان، وليت نعاملها ولكن ما جبتش لها الموضوع نهائيا. انا التليفون ديك الساعه حطيته لها بحال ما كاين والو. لقيت بالدري صاحبي وقلت له شوف انا واقيلا كيبان لي ما نبقاش مع هاد السيده، بيني وبينك هضره تبقى بيناتنا ولكن صافي ما بقاش معاها. قال لي علاش؟ وقلت له صاحبي مخبيه عليا الفلوس، ولقيت شي وراق عندها صاحبي، ولقيت عندها الملايين السيده ومخبيهم عليا. قال لي كيفاش؟ وقلت له هي ظريفه وحنينه وكل شيء، ولكن اصاحبي وانا عارف وطماع ومخبيه عليا عندها الفلوس اصاحبي. واجاهم شي ورث اصاحبي كبير، عندها شي 140 مليون في البنكه. قال لي وزيد. وقلت له شنو غنزيد؟ قال لي واش انت معيق بوالو؟ قلت له والو اصاحبي مخبيه عليا اصاحبي. عاد جايهم شي بركه صاحبي كثر من هاد الشيء، راهم باقيين في المحكمه مداين عليها شي ارض وقيله ولا شي حاجه دايزه في الطريق. والسيد عاد قلتها له بحال شداتو الدوخه، وقال لي دابا انت شنو غدير؟ وقلت له صافي غنسالي معاها. ما جاوبنيش، بقى غير كيفكر. رجعت للدار وانا اختارع خصام بيني وبينها. حطات الغدا وهي شويه فزعيه. وقت الغدا ما عجبنيش ما غناكلوش. قلت لي كيفاش ما عجبكش؟ قلت لها ما عجبنيش ما عرفتش الطيب هاد المره هادي. قلت لي ياك هذا هو خيري، كندير لك الغدا ونصبر لك وندير لك ونفعل لك، وفي الاخر تولي الهضره هادي والله ما نبقى معاك دقيقه. وقلت لها غير صبري غير صبري في غدا. وقالت لي غنمشي بحالي لدارنا. عند بالها بلي الا مشات لدارهم راه غادي نمشي نتبعها. المهم انا كبرت شويه الموضوع، مشات زعما جمعت حوايجها ومشات لدارها. مشيت كريت دار اخرى، جمعت ديك الحوايج كاملين اللي عندي في الدار وحولتهم لديك البيت. كانت نسات هي شي قش عندها في الماريو، جمعتهم. تلاقيت معها قالت لي اش جاي دير عاوتاني؟ جاي نشوف مرتي. وقالت لي قلقتيها وما عجبتكش الماكله وقلت لها عارف الغلط اللي درت، وانا جيت لعندها دابا باش غير نهضر معاها وغنمشي. غير سمعتني سدات عليها، بقيت كندق وافله غير نهضر معاك غير نهضر معاك غير نهضر معاك والو. وغير دقيقه من وقت وغنمشي في حالاتي. قالت لي وشنو باغي؟ وقلت لها نسيتي شي حوايج عندي في الدار وجبتهم لك. السيده تصدمات، خليتها واقفه في بلاصتها مسمره ورجعت في حالاتي. مشيت ورفعت عليها دعوه ديال الطلاق. خرجوا لي مصاريف كثيره ومع ذلك مشيت تسلفت وخلصتها. طلقت السيده. رجعت عند الدري صاحبي، رجعت لعندو كنا في السيرفيس ديك الساعه وقلت له طلقتها. قال لي كيفاش؟ قلت له طلقتها السيده مخبيه عليا عندها الفلوس كثيره صاحبي، وراه وارثين صابر عندهم الملايين تما كاين، وعاد قريت شي وثائق عندهم شي املاك غادي توصلهم واقيلا هاد الشهر ولا الشهر الجاي، راه قرب يخرج الاصدار من المحكمه. والسيد قلتها له بحال ابتسم وقال لي فيها خير. وانا كنزين له بديك السيده، كنزين له فيها وهو ديجا قال لي الا لقيت شي وحده كما كانت تكون غير لاباس عليها نزوجها. وقت كيجي وقت ولا تيقول لي وهذيك المراه صاحبي بغيت تفرط فيها، انا ما كرهتش شي وحده بحالها بحال كيهيئني انه الا تزوج بها راه ما كاينش مشكل.
دازت مدة ساكن بوحدي أنايا، ما كاينش مشكل، ما كاينش مشكل. حتى لواحد المرة يجي عندي داك السيد وقال لي بغيت نهضر معاك واحد الهضرة، ولكن ما تقلقش مني. قلت له واش غنتقلق منك؟ قال لي ديك المرة طلقتيها ياك؟ قلت له طلقتها. وقال لي راه تكونات بيناتنا علاقة واقيلا أنا غنديها. قلت له الله يسهل عليك اخويا ديها، وهذاك الشيء اللي بغيتي نتايا اصلا. السيدة راه مرفحة وعائلتها غيورتو، وانا ما عندي ما ندير بديك الفلوس اللي كانوا على الكذوب، ما عندي ما ندير بهم. وهي السيدة ما عندها حتى ريال، والسيدة حاصقة. ومدة على مدة السيد بحال كيبان ليا كيجهز العرس، وداك الشيء عنده استعجالي. مشى تا هو تسلف وتكلف، وكان عنده الدار ديالو ساكن مع مو، ولكن عنده طبقة بوحدو. تزوجو تزوجو، داروا العرس، جابها لدارهم. انايا عادي معاه، كنقول له انت غتبقى صاحبي، انت مزوج بالطريقه ديالي، ما عنديش مشكل انا، الله يسهل عليك انت وياها. دازت 4 شهور ويجي عندي قال لي السيدة ما شفت عندها والو. قلت له شنو غتشوف عندها؟ وقال لي السيدة ما عندها حتى ريال. وكنقلب عندها الاوراق لا والو، كنلمح لها ما كاين لا هادي لا هادي. وقلت له الله اعلم اخويا، داكشي اللي شفت انايا وصافي. من بعد ولا الصداع بيني وبينها، انت كدابه، انت مخبيه الفلوس، انت هادي انت هادي. كيجي يعاود ليا وتنقول له اصاحبي راه مخبي الفلوس، راه عندهم، راه على الاقل عندها واحد 150 مليون في البنكه. والسيد غيتسطى، ما كاين حتى لعبه. ولا المشاكل ديال الدنيا والدين يوميا كيجي يشكي ليا اصاحبي فيها نقير وفزعيه وما عرف شنو. وانا صراحه طلعت لي في راسي السيده ما كتبين ليا والو، ديك الفلوس اللي كتقول انت ما كاين عليهم والو. وقلت له يمكن ظلمتها، يمكن دوك الوراق غير قريتهم بالغلط. قال لي كيفاش ظلمتيها؟ وقلت له الله اعلم، كون ظلمتها ودوك الوراق يمكن ما قريتهمش مزيان. قال لي كيفاش ما قريتهمش مزيان؟ وقلت له صافي دابا دبر راسها، دابا اللي طلعتها طلقتها. وقال لي وانا نتزرب فيها. وقلت له انا مالي اخويا، واش أنا قلت لك تزوجها؟ انا حكيت لك المشاكل ديالي، انت اللي قلت لي غنمشي نتزوجها، وانا حكيت لك على اساس صاحبي ماشي على اساس انك عندك معاها علاقه. وهاد الدري هذا عصابي، ماشي شي واحد اللي غيصبر معاها. مدة على مدة واحد الصباح جا عندي وقال لي طلقتها، راه ما عندها والو السيدة. قلبت مزيان ما كاين حتى لعبة من داك الشيء، وطلقتها. وعيطت ترغبني وتزوجني باش قلت له. قال لي اش غندير بها اخويا، السيدة مطلقة ما عندها لا ريال لا جوج، انا اش غتبقى دير عندي؟ الله يعاون الله يعاون. وانا اللي كنت ناصب هذا الفخ هذا كامل. واحد المرة وهي تصيفط لي ميساج، دابا هي طلقات، صيفطت لي ميساج وقالت لي شنو درت لك انا باش انت طلقتيني؟ وقلت لها صافي ما بقيناش توال من بعضياتنا وصافي. واش دار لك نجربو ونشوفو، ربما يعني نتوافقوا مرة أخرى. السيدة صافي ملات، والسيدة صافي شافت راسها أنها مطلقة 2 مرات والقضية عندها ما رابحاش. قلت لها لا شريفة، مستحيل نعاود نرجع معك. وهنا يبدا كيطرح السؤال، والسيدة ولات كتصيفط له ميساج وتبكي وسمح لي. وانا تجربت التزويجة الثانية، تعرف القيمة ديالك، الاخر كان عصابي، اذا نفخت عليك يبدا يتعصب ويغوت، وبعد مرة تيريب الدار كاع عليا. وقلت له شريف انا راه ما نرجع لك صافي، ما نقدرش نعيش معاك. وهنا بدا كيسولكم، تيقول لكم هاد السيده واش يعطيها فرصه ولا لا، لانه الخيانه كانت غير عبر التليفون، ما كانش خيانه اللي هي متلبسه ولا. شنو ظهر لكم؟ واش يرجع معها ولا لا؟ خلونا الراي ديالكم في التعليقات، ونتلاقاو في قصه جديده.